الله أصدقاء أحبابي، يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم معانا في فيديو جديد. هنشوف النهاردة طريقة جديدة لعمل حزام لشنطة أو حزام، أي حزام يعني ممكن نستخدمه حزام لفستان. ممكن الطريقة دي نستخدمها في أي حاجة محتاجة مننا شغل كروشيه على شكل طولي. طيب احنا هنبدأ الأول بعقدة البداية زي ما احنا متعودين. بعد كده هنعمل 3 سلسال اهي. باجي باخد في اول سلسلة بالظبط، باخد غرزة البف مكونة من 5 وحدات اهي. بعد كده باخد لفة، بخرج كل العيون اللي معايا ما عدا العين الاخيرة لفة، وبخرجها هي كمان. زي ما انتوا شايفين دي بداية الشغل بتاعي. بعد كده بعمل سلسلة مكونة من 3 اهي، وبقلب الشغل بتاعي كده. وفي السلسلة دي بعمل غرزة بف مكونة من 5 لفات، وبخرجهم بلفة وبسيب الأخيرة. بعد كده باخد لفة وبخرجها تديني الشكل ده، وارجع اعمل 3 سلاسل واقلب الشغل بتاعي. وفي كل مرة بشتغل غرزة البف في السلسلة اللي انا بعملها قبل غرزة البف على طول اهي. لفة وبخرجهم، لفة تاني وبخرج اخر واحدة. زي ما انتوا شايفين الشكل بتاعنا اهو. بكمل بعمل سلسلة مكونة من 3 قبل ما اعمل غرزة البف على طول. بقلب الشغل بتاعي في السلسلة اللي هي عملتها قبل غرزة البف، بعمل فيها غرزة بف مكونة من 5 لفات. زي ما احنا شايفين كده، وبعمل سلسلة مكونة من 3 وبقلب الشغل بتاعي. ده شكلها سهلة وبسيطة جدا. ونكمل. تنفع معانا حزام ليد شنطة او حزام لفستان، هتنفع معانا في حاجات كتيرة جدا. بتبقى القلبة زي العدلة بالظبط زي ما احنا شايفين كده. ونكمل شغل. 3 سلاسل وبقلب الشغل بتاعي كده، وبعمل في السلسلة غرزة بف و3 سلاسل، وبشتغل كده بنفس الطريقة للآخر. ثلاث سلاسل، ثلاث سلاسل،
شايفين شكلها؟ طبعا اقدر اعمل الحزام ده بخيط اتخن من كده، ولا انا الخيط اللي انا اشتغلت بيه خيط اليز، وطبعا جبت الابرة اللي تناسبه. لو انا عايزة حجم الحزام بتاع الشنطة او الحزام اللي انا هستخدمه اعرض من كده او شكله سميك عن كده، فبجيب خيط يكون اتخن من كده، او ممكن اعمله بفتلتين. يعني ممكن اشتغل بفتلتين مع بعض علشان يديني العرض اللي انا عايزاه او السماكة اللي انا عايزاه. وده شكلها النهائي زي ما احنا شايفين كده، سهلة وبسيطة جدا. يا رب تكونوا استفدتم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.